وموضوع حلقتنا النهاردة بعنوان حس بيا يحس بيك ربنا. حس بيا يحس بيك ربنا. الجملة دي اتقالت في فيلم اكس لارج بتاع احمد حلمي. الراجل الشحات اللي كان كل شوية يطلع له ده، كنت دايما اضحك على المشهد ده على فكرة ويعدي عادي كده. لكن الاسبوع اللي فات ده وانا بتفرج على الفيلم كده سمعت الجملة بشكل تاني خالص. جات لي فكرة البودكاست بتاع الحلقة دي. اشجيني. ألا هو احنا فعلا لازم نطلب من اللي قدامنا يحس بينا؟ خدي عندك مثلا الزوج يعني يحس بزوجته، والزوجة تحس بزوجها، والأب بولاده، والولاد بأبوهم، والمدير بالموظفين، والمدرب باللاعب، والمدرس بالطالب. حاجات كتير قوي ياما. ياه، بص تعالى لي بقى في ملعبي يا هندسة، جلسة كوتشنج مجاني ليك وللسادة المستمعين. يا ريت والله. بص بقى يا باشا، في قاعدة ذهبية بتقولك الإحساس بالآخر نعمة لا يدركها الكثيرون. أي حد بيشتكي من عدم الإحساس يا أحمد لازم يسأل نفسه الأول شوية أسئلة. الطرف التاني ده مش بيحس بيا نهائي؟ ولا الطرف التاني ده ساعات بيحس بيا وساعات لأ؟ ولا هو كان بيحس بيا على طول الخط وفجأة بطل يحس؟ يعني هو الموضوع قلب كده زي شبكة الموبايل، ساعات لقط شبكة وساعات مش لقط شبكة. الله ينور عليك. واحنا بنجاوب بقى على الأسئلة دي هنكتشف حاجات كتير قوي. مبدئيا كده احنا في واحد لازم هنستبعده، اللي هو مين؟ الشخص عديم الإحساس بطبعه ده وما بيحسش وقلبه قاسي وحجر. خليه بعيد عنه. ده أصلا مش هينفع له كوتشنج، ده عايز علاج نفسي. والله بالظبط زي الشخص البخيل كده اللي بطبعه، عارفة، بخيل في الفلوس اللي بيطلعها من جيبه والمشاعر اللي بيطلعها من قلبه كمان. ده زيه بالظبط. الله ينور عليك. بالظبط كده. إنما بقى اللي بيحس أوقات وأوقات لأ، لازم إحنا كمان يكون عندنا الإحساس بيه. نشوف مش يمكن بيمر بحياته بحاجات خلته يتغير؟ مش يمكن عنده ضغوط، عنده مشاكل، أعباء، التزامات خليته يدخل في مود هو أصلا مش حاسس بيه؟ أيوة، يعني برضو ما نحكمش على الناس من بره، عندك حق. بالظبط. لكن بقى اللي بيحس على طول الخط وفجأة بطل يحس وحياته ما فيهاش يعني لا تغيير ولا ضغوط ولا أي حاجة من اللي احنا قلناها، وارد جدا يكون حاسس إنه على طول في حالة عطاء، على طول بيدي،